الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهذه البشرية إلى الحق ومعلم الناس ومخرج الناس من الظلمات إلى النور وهذه الخلق إلى الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. وبعد، شيوخنا وآبائنا الأفاضل إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله أن يأجرنا وإياكم على هذا السعي وعلى هذا الحضور. وما هذا السعي وما هذا الحضور إلا دليل على أننا نريد أن نلتقي على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى أن يتعلم بعضنا من بعض، وهذا فضل من الله عظيم لا يعطيه لأي كان. فلنحمد الله سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالحمد لله. لازلنا مع هذه السلسلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكنا في الأسبوع الماضي قد تناولنا صحابيا جليلا وكثير منا كان يسمع به ولا يعرف كثيرا من شأنه، ألا وهو سلمان الفارسي الذي سماه العلماء الباحث عن الحقيقة. وشفنا علاه سموه الباحث عن الحقيقة؟ 20 سنة هو يبحث كذا إلى آخره، فرأينا بعض مواقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليوم إن شاء الله تعالى صاحبنا وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد الصحابة الذين بشروا بالجنة من غير العشرة. وإذا ذكرنا هذا الصحابي ذكرنا العزة والاستعلاء على الكفر وعلى الطغيان، وذكرنا كرامة الإنسان كيف يحافظ على دينه، كيف يضحي بنفسه من أجل إسلامه، من أجل مبدئه. إذا ذكرنا هذا الصحابي نكتشف عظمة الإسلام، كيف يحول هذا الدين العظيم، يحول الإنسان من عبد ذليل حقير لا قيمة له في المجتمع إلى إنسان يحبه كل الناس. ولا نقف هنا، بل يعرفه كل الناس. إذا ذكرنا هذا الصحابي نذكر معه الأذان. الله هو بلال ابن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف كان هذا العبد ذليلا، وبعد سنوات قليلة أصبح من المبشرين بالجنة. سبحان الله. من قبل كان ذليلا في مكة، بعد سنوات قليلة جدا أصبح من العشرة أو من 30 المعروفين بالبشارة بالجنة، وهم يحيون على هذه الأرض. كيف أنه صبر ولم تلن له قناة مع هؤلاء المشركين الذين عذبوه. وإذا قلنا بلال نذكر مباشرة الأذان معه. من منا لا يعرف مؤذن الرسول؟ لما نقول المؤذن هو بلال. وهذا لا يدل على فضل بلال فقط، بل يدل على فضل الأذان. سبحان الله، فضل الأذان وفضل المؤذن. شوفوا ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح، وهو حديث صحيح. أنا لما قرأته تعجبت، يعني عمري لا لقيت الحديث هذا، وجدته قبل أن آتي إلى هذا المجلس. وجدت هذا الحديث في فضل الأذان وفضل المؤذن الذي كان أول ممثل له بلال رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. شوف يا شيخ ناصر، إلا كش مدن 12 سنة إن شاء الله تعالى فأنت من أهل الجنة.
من أذن 12 سنة وجبت له الجنة مزال، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة، يعني هو ضامن 90 حسنة في كل أذان. 90 في 50 في 5 450 حسنة ما شاء الله. والحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. شوف الأذان اللي مثلوا أول من مثله بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني بسند صحيح يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، يعني الصوت تاعو إذا لحق تحت القبة ولا تحت الهيل بعد القبة، راح كل الناس اللي تسمع الأذان يغفر له بسبب هذا الأذان. يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني إذا كان جاء 1000 واحد للصلاة بسبب الأذان يكون عنده أجر تاع 1000 مصلي. ما شاء الله. غدوة ما شاء الله نصدموا الوزارة قاعد نضربوا الأذان. ما كان حتى مشكل، نبطلوا الخدمة تاعنا ونروحوا نخدموا. أو بالك هو. لأنه فيه أجور كثيرة في أشياء كثيرة. من صام يوما في سبيل الله دخل الجنة. ها يا سيدي، ها صوم يا سيدي، ما تأبل ما ولا. بلال رضي الله تعالى عنه هو بلال بن رباح الحبشي، يكنى أبو عبد الله أو أبا عبد الله أو أبا عمرو. قديما كان يكنى الرجال بهذه الكنى. الإنسان يكون عنده عموما لما يكنى بأول الأولاد تاعو. مثلا إذا عندك من أولادك الأول اسمه عماد شيخ توفيق، يقال لك لا يقال لك توفيق بل يقال لك أبا عماد، يا أبا عماد. هذه تسمى الكنية في اللغة العربية. فبلال بن رباح يقال له أبا عبد الله، ابنه اسمه عبد الله، مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. يقول مولى لأن أبا بكر هو الذي اعتقه من التعذيب، وكان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه اسمه رباح وأمه اسمها حمامة. كانت أمة خديمة عند قبيلة أو عند عرش في قريش اسمهم بني جمح أو بنو جمح. وكان بلال رضي الله تعالى عنه خادما عندهم، عبدا عندهم، رقيقا عندهم. هو أول السبعة الذين دخلوا في الإسلام. ما شاء الله. وفضل السبق هذا عنده أجر عظيم عند الله. الإنسان اللي عنده 30-40 سنة في الصلاة مش كما اللي عنده عامين. فضل السبق له قيمته عند الله سبحانه وتعالى. هو من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله أشد العذاب، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عينه بالجنة، عينه قال: بلال رجل من أهل الجنة، وهو حي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاش حوالي 65 أو 66 سنة. مات عند 70 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال رضي الله تعالى عنه كما يصفه أحد الصحابة قال: كان رجلا شديد الأدمة. مش معنى كان شديد الأدمة؟ يعني كان أسودا قاتما، حل يعني أسود. كان نحيفا رقيق طويلا أجنأ في اللغة العربية معنى كتافه داخلين في بعضهم من شدة النحافة، ضعيف أجنأ. له شعر كثير خفيف بمعنى ماهوش يابس، يعني على عادة يعني واحد يكون أسود هو لا، شعره مليح يعني ما شاء الله. خفيف العارضين، يعني الكتاف تاعو ضعف. شوفوا كيف أسلم بلال رضي الله تعالى عنه. هو كان عبدا حبشيا عند هذه القبيلة، قبيلة بني جمح، وكانت أمه حمامة إحدى إمائها وخادماتها. وكان بلال لما يخدم السادة تاعو يسمع عن رجل يقال له محمد قد جاء بدين جديد ويتكلموا عليه. هذا الرجل يسب الأصنام ويسفه الأحلام وكذا، لكن في نفس الوقت يسمع هؤلاء الكفار يقولوا ولكنه صادق أمين. هذا هو يقول سبحان الله، يعني هذا الناس من يسبوهم من يقولوا صادق أمين.
فيحدث نفسه يقول لماذا لا ألقاه وأسمع منه؟ فإن أعجبني أسلمت وإن لم يعجبني لا أسلم. عاقل، الرجل عاقل. يقول رضي الله تعالى: كان أبو بكر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتزلين في الغار، في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد الغار حراء، وبعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بقي يصعد إلى غار حراء يتحنث ويتعبد. قال: ذات مرة كنت مارا بالغنم، غنم السيد تاعي هو أمية بن خلف، أمية بن خلف. قال: أستغفر الله، عبد الله بن جدعان. قال: كنت أنا بالأغنام تاعي، فأطل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا راعي هل عندك من لبن؟ قال: نعم يا محمد، وما زال لم يسلم بعد. قال: نعم يا محمد، إن لي شاة فيها قوتي، يعني عندي واحدة من الشياه أعطاها لي السيد تاعي، قال لي خذها تاعك وشرب منها وكل منها ولا دير واش تحب بها. قال: أنا عندي شاة واحدة نحلبها ونشرب منها. قال: إذا كش ما حبيت أوثرك بها وأعطيك إياها. قال: فناداه قال: إيتي بها، يعني جبها. وكانت نحيفة لا لبن فيها. قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها. قال: فانتفخت. قال: فحلب، بلغتنا احنا طاس، في اللغة يقولوا قعب، القعب هو الطاس كبيرة. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلب آخر، فشرب أبو بكر، ثم حلب لي فشربت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حاجة واحدة أخرى، ماهيش قضية الشرع، واحد بيشرب اللبن وكذا، لا، والحليب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سقاه قال: يا غلام هل لك في الإسلام؟ فإني رسول الله. قال: فأسلمت. ما قلق شكون روحه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه كان يسمع له من قبل. بلال رضي الله تعالى عنه، هذا العبد الأسود الحبشي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اكتم إسلامك، خبي الإسلام تاعك وما تخبرش السادة تاعك. قال: فكانت الأغنام في ذلك اليوم سمينة مرتوية، شبعت يعني بفضل بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما عدت إلى مكة، داخلا إلى مكة، شافها أبو جهل، شاف الأغنام تاعه. قال: يا بلال، قال: الأغنام تاعك اليوم راهي ما شاء الله يعني دعدها سمينة، لابد أن في الأمر سرا. قال: فراقبني 3 أيام، يعني 3 أيام هو يولي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيهم من الحليب. قال: فعلم أن بلالا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر سيده عنه، يعني راح للسيد تاعو قال له: هذا راهو يلتقي بمحمد وصاحبه وشوفوا شويديه. لما علم بذلك بلال وسمع هرب وتخبى في الدار تاع السيد تاعو. فدقوا عليه الباب لعبد الله بن جدعان، هذا الكافر المشرك. جاء أبو جهل وأمية بن خلف، قالوا: إن عبدك الأسود فعل ما فعل. واكتشفوا أمره. قال: خليهم بعد أن نكلم. بعد يوم أو يومين كان يخرج بلال رضي الله تعالى عنه ويذهب للكعبة. قال: ذات مرة في هذوك اليومين ولا 3 أيام هذه ادخل للكعبة، الحرم الكعبة. قال: فالتفت يمينا وشمالا فما وجد أحدا من الكفار، من مشركي قريش وزعمائهم، وهما كانوا يلتموا ما شافهمش. قال: فبدأ يبزق في الأصنام. قال: خاب وخسر من عبدكم، يعني الله لا تربحوا لي عبدكم انتم الأصنام. وشافوه المشركون تبعوه، هو هارب الخوين يتبعوه فيه حتى دخل إلى دار سيده. فدقوا الباب، قالوا: إن عبدك الأسود قد صبأ في لغة العرب آنذاك، صبأ بمعنى خرج عن دين آبائه وعن دين أسياده. قال: هل فعل ذلك؟ قال: نعم. قال: إذن هو لكما، لأبي جهل وأمية بن خلف، يعني قال: أنا ما نسحقوش الديوان، وافعلوا به ما شئتم، ديروا به مش تحبوا. طبعا هنا أمية بن خلف هو كان سيده الأول بعد ذلك وعذبه أشد العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السباق 4. ذكرنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي. السباق 4، أنا سابق العرب، وسلمان اللي ذكرناه الأسبوع الماضي، وسلمان سابق الفرس،
وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم. سابق بمعنى أول واحد أسلم من قومه. الحمد لله. طبعا لما اكتشفوا أمره قال أمية بن خلف والله يقول والله إن شمس هذا اليوم لن تغرب حتى يغرب إسلام هذا العبد الآبق. يعني الشمس تاع اليوم ما تغربش حتى يغرب الإسلام تاع هذا العبد هذا. مش معنى يغرب؟ إما أن نقتله إما أنه يكفر. لكن بلالا كان جلدا قويا صابرا محتسبا، وصار بعد قليل كيف عذب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال رضي الله تعالى عنه كان من أول من أسلم، من أوائل من أسلم، كما يقول عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر طبعا من الرجال ثم من النساء، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال وخديجة. السبعة الأوائل اللي هما مسلمين في الدنيا هذه كلها. تصور أنت الآن يا حبيبي عندك رسول الله وستة معه فقط، هذا واش كاين مسلمين في الدنيا. طبعا هذا الشعور هذا احنا لا نستشعره، لأن كاين مليار وكذا من مليون ما هيش مشكلة. لكن في ذلك الزمان الستة الأوائل منهم بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود أما رسول الله فمنعه عمه أبو طالب، يعني عمه كان يحميه كما رأينا في السيرة النبوية، وأبو بكر كان يحميه قومه، القوم تاعو يحميوه، يعني واحد ما يقدر يدلنا عليه، واحد ما يقدر يعذبه. أما الباقي فعذبوهم وأصهروا الحديد على جلودهم، يعني يشدوا الحديد يسخنوه ويعذبوهم في مكة. فكان كل واحد يعطيهم بعض ما يريده من الصحابة. في بعض الأحيان يعني الله غالب العذاب وكذا وكذا، فيقول بعض الشيء يرضي هؤلاء الكفار. قال إلا بلال شوف ذيك الكلمة، شوف إلا بلال فإنه قد هانت نفسه في سبيل الله. ايش معنى هانت نفسه في سبيل الله؟ معناتها النفس تاعو ما عندهاش قيمة في سبيل الله. قال إلا بلال فقد هانت نفسه في سبيل الله وهان على قومه، لأنه عبد حبشي أسود لا عائلة له ولا أهل له. فأخذوه وكانوا يربطوا به الحبل على عنقه ويعطوه للولاد الصغار ويجروا به في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو يقول أحد. هذه رواية أخرى تقول كان أمية سيده لما تسخن الحالة في مكة في الظهيرة، اللي راح لمكة يعرف السخانة تاع مكة الآن مع التاويل وكذا، لكن قديما ما كانش. الحرارة تاع مكة تفوق 40، بعض الأحيان تفوق 45 درجة. قال في الظهيرة 2-3 تاع النهار قال يخرجوه إلى مكة، قال فيطرحوه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يؤمر بالصخرة العظيمة لا يحملها إلا 10 من الرجال، 10 من الرجال يرفدوها. قال ويضعونها على صدره. طبعا تصوروا انتم السخانة، الحرارة المرتفعة، العذاب بوضع الصخر على صدره، وهو لا يقول إلا كلمة واحدة ويرددها: أحد أحد، الله أحد، أحد أحد، ما كانش غيرها. حتى يقول أبو جهل فيما بعد: أكفر بمحمد، قل ما نقول. قال إن لساني لا يحسنها، يعني اللسان ما يعرفش يقول هذا الكلام. ثم يقول أحد أحد، أحد أحد، وهو ثابت على هذا. قال رواة السيرة سبحان الله، قال عذبوه حتى ملوا من عذابه، هم معي من العذاب التام، وهو صابر محتسب. ربما السؤال الذي يرد على النفس الآن وعلى الذهن الآن أسلم، بعد إسلامه شوف القدر تاع التضحية والقدر تاع الصبر، هذه حاجة نورمال، هذه يعني هذه ليس أمرا طبيعيا. دليل على أن الدين، على أن الإسلام إذا تمكن في قلب العبد يستحيل أن يفرط فيه، يستحيل. الإنسان يموت ويعذب هذا العذاب الأليم الشديد الذي لا يصبر عليه إنسان. أي إنسان هو يصبر. يقول أحد أحد
أحد أحد. هذه في الظاهرة. قال في المساء يربطوا على العنق تاع الحب ثم يعطونه للأولاد ويجلوا به في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو جهلة واللات والعزى لا نتركك حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. خليوكش، لكن ملوا كما قال رواه السيرة كما قلت قبل خير. ولأنه أول من أسلم من العبيد، وهذا هو شيء خطير جدا، لأنه هو كان خديم عبد رقيق. الآن هو أعطى القدوة لغيره من العبيد، هو أسلم، راح العبيد اللي يجيوا بعده راح يسلمون لا محالة. وفعلا كما وقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكما وقع في ترجمة هؤلاء الصحابة نجد أن كثيرا من العبيد بعد ذلك أسلموا، لأن بلالا رضي الله تعالى عنه أعطاهم القدوة في هذا الصبر وفي هذا التحمل. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال يا بلال، قال يا مع أبي بكر الصديق، قال والله لو كان معنا شيء لابتعنا بلالا، يعني لو كان كشف عندنا شوية ضرهم كنا نشريو بلال، نشريوه بمعنى نحرره يولي حر. طبعا أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا شيء، يعني هو يعني ماذا بنا يعني، فاعتبر هذا أمرا سيتان لورد. قال فراح يجري عند بلال رضي الله تعالى عنه ووجده معذبا في بطحاء مكة، وقال لأمية بن خلف ألا تتق الله في هذا المسكين؟ إلى متى؟ يعني حتى لو تبقى تعذب فيها، كيف تقتل رجلا يقول ربي الله؟ قال خذه بما شئت، خلاص عيلة من التعذيب بتاعه. قال والله لأشترينه بأكثر من ثمنه، يعني إذا كان هو يسوى 100 دينار احنا نشتروه ب200 دينار. قال فأعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أعتق 6 من قبله من العبيد وأسلموا جميعا والحمد لله رب العالمين. فأصبح بذلك بعدما اشتراه حرره، قال أنت حر لوجهه. سبحان الله، أخذ حريته، أصبح رجلا حرا في هذه الدنيا. وأعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكما ورد عند البخاري لما يذكر عمر بن الخطاب فضل أبي بكر قال يقول عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. شكون هو سيدنا الأول؟ أبو بكر، وسيدنا الثاني هو بلال. شوف بعدما كان عبدا رقيقا ضعيفا والحالة تاعو ربي يجيب أصبح سيد عند من؟ عند عمر بن الخطاب، مش لابورتوكي. سبحان الله. يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا اللي هو بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش بلال في مكة المكرمة سنوات، ثم كان أن هاجر مع المهاجرين الأولين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة المنورة. وأول ما هاجر إلى المدينة بقي قلبه يحن إلى مكة. علاش؟ لأنه ولد في مكة، أصله من الحبشة، حبشي من إثيوبيا، لكن هو ولد في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول عائشة في حديث البخاري لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني مرضوا، الجو تاع المدينة مش كيما الجو تاع مكة، تبدل عليهم الحال. قال فكنت آتي أبا بكر، نجي عند الأب تاعي نقول له كيف تجدك يا أبتي وكيف تجدك يا بلال؟ فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، لأنه أصابتهما حمى شديدة جدا وكادا أن يموتا كما تقول الروايات. مرض أبو بكر الصديق وبلال حمى شديدة لأنه الحال تبدل عليهم في المدينة. قال أبو بكر الصديق كل واحد راح يصبح لما يرقد في الليل يصبح الموت أقرب إليه من الخيط تاع الصباط تاع الحشر، يعني يشعر بالموت أنها قريبة. أما بلال رضي الله تعالى عنه لما تقول له كيف تجدك يا بلال كان يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه بجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل. هذه شامة وطفيل هي جبال بمكة
يعني كان يحل إلى مكة والحشائش والصحراء تاع مكة. قال أني متمني نولي نبات ولو ليلة واحدة في مكة. شوف حب مسقط الرأس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لأن الصحابة كثير من الصحابة مرضوا واعتلوا لما هاجروا من مكة إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم وصححها. شو معنى وصححها؟ يعني اجعلها صحة لنا، ما تمرضناش يعني، يا الله. اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها، يعني انقل الحمى هذه فاجعلها بالجحفة. الجحفة هذا مكان في الصحراء، يعني خرج علينا الحمى هذه ورميها في الصحراء. وفعلا استجاب الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هجرة بلال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الصحابة اسمه أبو رويحة الخثعمي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخوك وأنت أخوه. وكان بلال رضي الله تعالى عنه يقول أبو رويحة أخي. شوف الاسم، هو عبد حبشي أسود، وهذا من أكارم القوم من الأنصار، لكن ما دام الإسلام آخى بينهما قال هذا أخي وأنا أخوك، كاش فرق. سبحان الله. ثم بعد مدة معينة، سنة أو سنتين، شرع الأذان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو القوم إلى الأذان قبل ذلك في الصلوات كان الناس تتحين الفرصة لما يجمعوا يصلوا بدون أذان، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ في أول الأمر بوخا. البوخ هذا الجوخ هذا يعني اليهود، لأن اليهود ينادون لصلاتهم بالبوخ. ثم كره، ثم أراد أن يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى فكره. والنبي صلى الله عليه وسلم يتناقش مع الصحابة حول هذا. جاءه أحد الصحابة عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن زيد قال يا رسول الله لقد أريت في المنام رؤيا، شفت واحدة رؤيا في المنام أقصها عليك. قال نعم. قال يا رسول الله إنه طاف بي اليوم، وهذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران. هذا صحابي شاف منامه، شاف فات عليه واحد راجل لابس ثوبان أخضران يحمل ناقوسا بيده. فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ هو يقول هذا الراجل هذا تبيع لي هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. الصحابي يقول هذا الراجل هذا اللي فات عليه في المنام، قالوا بيع لي الناقوس. قالوا وش دير به؟ قالوا ننادي الناس به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. ما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه في المنام. يحكي هذا عبد الله بن زيد قال ثم استأخر هذا الرجل بعد شوي، ثم عود ولا لي وقال ثم أن تقول بعد فترة بعد الأذان تقول يا عبد الله، هو يحكي له في المنام، أن تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الإقامة. يعني علمه الأذان وعلمه الإقامة. قال يا رسول الله هذا الذي رأيته في المنام. شوفوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها إليه فإنه أندى منك صوته. يعني ماشي أنت اللي تأذن، أنت نمت معك، المهمة تاعك تحبس هنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوظف الصحابة، كل واحد عنده القيمة تاعه. قال فإن بلالا أندى منك صوتا، يعني الصوت تاعه يبعد وهو صوته جميل. قال فلما قام بلال رضي الله تعالى عنه وبدأ يؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجري. قال يا رسول الله أنا نمت من الماكينة هذه. قال سبقك بها عبد الله.
نام نفس المنام. قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس. عمر بن الخطاب ينوم نفس المنام. سبحان الله. قال يا عمر هل تبيعني؟ قال ماذا تفعل به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير منه؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر. نفس المنام. قال سبقك بها عبد الله. شوف فضل الأذان. الأذان جاء عن طريق المنام. احنا اليوم المؤذن لما يقول أروعوا الصلاة خير من النوم نزيدوا ناخذوا بها كومين فوق. للأسف الشديد. بس واحد يفهم المسألة هذه. فكان أول مؤذن في الإسلام على الإطلاق بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شكون يقول علاش بلال؟ يعني صح هو أندى صوتا، عنده صوت مليح، يعني ما كانش الصحابة اللي عنده صوت مليح كاين، لكن علاش بلال بالذات؟ لأنه كان مذل الشيخ كان. صحيت، بارك الله فيك، جزيت. لأنه كان ذليلا حقيرا، فأراد الله سبحانه وتعالى وأراد نبيه أن يرفعه والناس كله تنقاد إلى صوته. هذا بلال اللي كان في مكة معذبا مضطهدا مطاردا، وكان الأولاد صغار يضربوه بالحجر. أراد الإسلام أن يرفع مكانته بهذا الصوت، ولما يقول حي على الصلاة الناس كل تستجيب لصوته. هذه عظمة الإسلام، هذه عظمة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان كما قلت بلال رضي الله تعالى عنه أول مؤذن في الإسلام. بلال رضي الله تعالى عنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة الثانية حينما جاءت غزوة بدر، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أمية بن خلف اللي كان يعذبه في مكة السيد تاعو في الأول ما كانش حاب يخرج إلى بدر، خاف. وجاء صاحبه عقبة بن أبي معيط، هذا كان من رؤوس الكفر، قال يا أبا علي وعلى ما حبيش تخرج يعني للبدر؟ هل أنت خائف؟ إنما أنت مثل النساء، أنت كما النساء، النساء هم اللي يخافوا الحروب، إذا أنت من النساء وأنت من زعماء قريش. شوف الصديق السوء، واحد اللي يكون عنده صاحبه سيء يدله على الشر. قال قبحك الله وقبح ما جئت به. قال الله نخرج معكم، وهو لا يعرف أنه سيكون حتفاه. اقعد وليدي ريح، راكم قمقون، ريح استمع. خرج أمية بن خلف مع مشركي مكة إلى بدر. طبعا لما خرج هذا أمية بن خلف كان بلال رضي الله تعالى عنه يبحث عنه، هذا اللي كان يعذب فيه في مكة ويضع عليه الصخر الطويلة والعريضة والتي لا يحملها إلا الرجال العشرة من صناديد قريش. قال فلما رأيته صحت بأعلى صوتي وقلت رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، والله ما يسلك له كان، والله ما نسلك له كان هو يسلك. قال فانطلقت نحوه. قال فلما وصلت إليه غطاه عبد الرحمن بن عوف، غطى هذا المشرك. وعلاش؟ لأنه في مكة المكرمة عبد الرحمن بن عوف هو من العشرة المبشرين بالجنة. قال له يا عبد الرحمن احميني، ما تخليش الناس يقتلوه، مع أنه هو في معسكر الكفر وهذا في معسكر الإيمان، لكن ما دام عنده هذا العقد عبد الرحمن ما حبش يخون العقد هذا، مع أنه في معركة في حمايته. قال فغطاه، وكان رجلا سمينا عظيما، هذا يعني مدحدح، هذا هو الزعماء دائما أبو ضحك كل حكاية. قال فسقط على الأرض وغطيته، يقول عبد الرحمن بن عوف غطيته حتى ما يقتلوش بلال. قال فجاء بسيفه وضربه من تحت، يقتل. قال لا نجوت إن نجا، اليوم يموت. قال فخرجت أقتابه، يعني خرجت الأمعاء تاعه قدر. قال فقلت الحمد لله. فرح بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. ربما واحد يقول هذا راه يثأر لنفسه، ولا لا؟ يعني يقول له يثأر لنفسه. الإسلام. نعم هو ثأر لنفسه، لكن هو يثأر للإسلام، لأنه لا يمثل نفسه. بلال رضي الله تعالى عنه لو كان جاي يثأر لنفسه كان في مكة لا يصبر، لكن في مكة صبر وضحى وعانى ما عانى من أجل دين الله تعالى.
يعني لو كان يلقى بلال سيقتله، فسبق به بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا أعطي 7 رفقاء نجباء وزراء. ما كانش رسول أو نبي بعثه الله إلا عنده 7 مقربين إليه، نجباء رفقاء وزراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أعطيت 14، ما هوش 7 فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وحذيفة وسلمان وعمار، كبر الصحابة، وبلال وابن مسعود وأبو ذر، 14. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير السودان 3، يعني الناس اللي راهم كحلان 3، أفضلهم على الإطلاق 3: لقمان عليه السلام كان رجلا أسود، وبلال ومهجع هذا كان خديم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل السودان ما هي السودان يعني أفضل الناس اللي عندهم بشرة سوداء. عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المرء بلال، هو سيد المؤذنين. السناصر هو سيد المؤذنين، ولا يتبعه إلا مؤذن يوم القيامة. يعني يوم القيامة المؤذنون كل يجوا في جماعة واحدة. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما شاء الله، ستكون أعناقهم طويلة إن شاء الله، دليل على فضله وشرفه والخيرية التي اكتسبوها في الدنيا. وما يستاهل خدمة المؤذن، حسب الشغل ناصر يجي يأذن وما شاء الله وعايش لطبال بها. يعني واحد آخر يشوفوا كونداني يقول 5 صلوات لازم 5 صلوات بدي يأذن، يعني ما يدير شغله وما يقضي شغله وما كذا. إن شاء الله أو كونداني، لكن كونداني ماهوش أمور، أو كونداني إن شاء الله هناك في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يذكر بلالا أو يذكر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم يقول: وبلال حسنة من حسنات أبي بكر. شوف ذاك التواضع. وكان بلال رضي الله تعالى عنه لأنه هو وأبو بكر الصديق كانوا في سن واحدة. بلال ولد بعد 3 سنوات من عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منهم ب3 سنوات. وكان يقال أبو بكر أو بلال أفضل من أبي بكر، بلال أفضل من أبي بكر. وكان بعض الصحابة يقولوا هذا الكلام، فلما كان يسمع بلال رضي الله تعالى عنه يقول: لا تفضلوني على أبي بكر، شوف شيء، فإنما أنا حسنة من حسناته. سميوها تواضع، سميوها محبة، سميوها وفاء، يعترف بالجميل، سميوها كما تحب. يقول لك أنا حسنة من حسنات أبي بكر، وهذا موجود عند الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر بن الخطاب، سنأتي إلى ترجمته في قابل الأيام إن شاء الله. وش يقول عن أبي بكر؟ يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. هذا عمر بن الخطاب يقول: يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. يعني كان تصحني يكون شعر في صدر أبي بكر. شكون أبو بكر؟ رجل عظيم جدا. وبلال يقول: أنا حسنة من حسناته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذول الصحابة، هذول الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني دخلت الجنة ليلة الإسراء والمعراج، إني دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا بأنه في ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة. قال: سمعت واحد في الجنة يدير هكذا برجلي يمشي، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال يمشي أمامك. وبلال في مكة يعذب لأنه الإسراء والمعراج وقعت في مكة المكرمة في السنة 10 للبعثة. قال: هذا بلال يمشي أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم بعدين بعد مدة بعد الهجرة كان سأل بلالا قال: يا بلال، بما سبقتني إلى
إلى الجنة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبقني إلى الجنة. قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ وقال حدثني بأرجى عمل عملته، يعني حدثني بأفضل عمل عملته. قال بعد هذه في المدينة يقول بلال رضي الله تعالى عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة إلا شيء بسيط جدا، كنت لا أتوضأ، كل من توضأ أنا راح أصلي 2 ركعات. واش نفهموه؟ بمعنى أن الإنسان كل ما يتوضأ يروح يصلي 2 ركعات يدخل الجنة إن شاء الله. قال: ما توضأت طهورا أو ما تطهرت طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور 2 ركعتين. السبب بسيط جدا. حنا في بعض الأحيان الحسنات تفوت علينا ونبقاو نخزروا فيها، ما كان والو. اصبر عليها وديها يا سيدي. قال: ما تطهرت، يعني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار، يعني في الليل ولا في النهار، أنا نروح نصلي 2 ركعات 4 ركعات، طبعا في غير أوقات الكراهة، يعني بعد العصر وبعد صلاة الفجر. سبحان الله، هذا فضل أبي بكر، فضل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في يوم الفتح، في فتح مكة بعد 8 سنوات من الهجرة، يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ويعود إلى بلده الأصلي الذي ولد فيه وعذب هو وأصحابه فيه. أول شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا ويصعد على الكعبة ويؤذن. هذه فيها حكمة واحدة أخرى. ومشركو قريش راهم يشوفوا في هذا العبد الأسود الحبشي ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان فقيرا ومعذبا والأصحاب تاعو ما كان والو، بعد 8 سنوات يولي ويطلع بلال فوق الكعبة ويقول: الله أكبر الله أكبر. طبعا المشركون غاضهم هذا، زعفوا كيف هذا عبد أسود حبشي يطلع فوق الكعبة؟ وش هذه القيمة هذه اللي أعطاها له الدين هذا الجديد هذا؟ وكان سبحان الله يعني كان 3 من المشركين، واحد فيهم أسلم غير كيما عنده ساعات اللي أسلم، اللي هو أبو سفيان، أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانوا زوج معه، واحد اسمه عتاب بن أسيد، نعم عتاب بن أسيد، والثاني الحارث بن هشام. هذو مشركين مازال ما سلموش، كانوا قاعدين في الكعبة من بعيد. هذا عتاب بن أسيد قال: والله أبي أسيد راه مهني في القبر تاعو كي ما شافش هذا المنظر هذا، عبد أسود حبشي ولا يأذن فوق الكعبة. الله حسين بابا تهنى في القبر تاعو. المشرك الثاني الحارث بن هشام وش قال: والله لو علمت أن محمدا محق لاتبعته، لكن هذا ماهوش محق، الحق تاعو هذا يخليه عنده. أبو سفيان اللي أسلم منذ ساعتين قال: أنا والله لا أقول شيئا، لأني لو قلت كلاما لأخبرته الحصى، الحجر يروح يخبر الرسول، هذا ما نهضرش، أنا خاطيني. وسبحان الله، مدة قصيرة جدا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم. وعليكم السلام يا رسول الله. زوج مشركين، واحد غير كيما سلم. قال: قد علمت ما حدثتم به أنفسكم، أما أنت يا عتاب فقد قلت والله لقد هنأ أبي في قبره. هما 3، واحد مخبر يعني واحد ما سمع بهذه الحكاية. أما أنت يا حارث بن هشام فقد قلت والله لو كان محمد محق لاتبعته. أما أنت يا أبا سفيان عكس لكت، قلت والله لا أقول شيئا، ولو قلت شيئا أخبرته الحصى. فقال المشركان: نشهد أنك رسول الله، والله ما أخبرنا أحد، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه معجزة فعلا. الواحد ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره جبريل طبعا الوحي. قال: فدخل ال3 في الإسلام وقوي إسلامه. بلال رضي الله تعالى عنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت قبيلة قالت: يا رسول الله زوج ابنتنا. انت شريف النبي صلى الله عليه وسلم. قبيلة اسمها ابن أبي بكير قالت له: يا رسول الله عندنا بنت ماذا بك تزوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنتم عن بلال؟ بلال نسيتوه؟ بلال أسود وكذا وما كانش ناسب ما كانش كذا. فقالوا: يا رسول الله زوج ابنتنا مرة ثانية. قال: أين أنتم عن بلال؟ بلال ما. الثالثة
قال أين أنتم عن بلال؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة فزوجوه؟ الجنة ما إنسان ما يلعبش. راح يا بنتنا تزوجي بواحد من أهل الجنة، كاش ما تدخلوا معه، وفعلا ستدخلوا معه إن شاء الله. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وكان بلال يحبه كثيرا. وشوف بلال شدة تواضعه. ذات مرة أخطأ أحد الصحابة معه، غلط معه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، أزعف عليه في موقع من مواقع المعارك، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع كما تسمى في كتب السيرة. قالوا يا ابن السوداء، يا ولد الكحلة. قالوا هذا يا ولد الكحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني أنا دخلناها في العنصرية هنا. واحد يا ابن السوداء، يعني يا ابن البيضاء. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا عايش في وسطكم، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني ما زال واحد الريحة تاع الجاهلية فيك يا أبا ذر. أبو ذر مبشر بالجنة، أسنا ما تغلطش، لكن غلط لازم يصحح. وش يدير أبو ذر؟ لا إله إلا الله. قال فوضع رأسه على التراب وقال طأ عليها يا بلال، عفس عليها. قال يا بلال طأها، عفس الرقبة هذه، عفس الراس هذا اللي هو يقول لك يا ابن السوداء. فقال بلال عفونا عنك، ما في مشكلة. التواضع، مسامحة. لو تقول واحد لك يا وليد كذا وكذا، السلام عليكم، سينطحك نضحك، الله العظيم والله نضحك. سهولين، لازم ندي حقه، كيف ما نديش حقه؟ نديه هنا ولهنا، هذه هي. قال معليش. تواضع والمسامحة من بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان دائما رضي الله تعالى عنه لما يقول بلال سيدنا كذا قال أنا لست سيدا، إنما أنا عبد حبشي كنت بالأمس عبدا. أنا عبد. ما تواضع. وذهب ذات يوم ليتزوج بعد وفاة زوجته، والدمع أخوه، عنده أخوه اسمه عبدان، هو بلال واسمه عبدان، أخوه اسمه عبدان. قال لما دخل على أهل العروسين قال أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، إن تزوجونا، إذا حبيتوا تزوجونا وتعطيونا بناتكم فالحمد لله، وإن منعتمونا فالله أكبر ولله الحمد. ماش مشكلة. شوف ذاك التقديم، كنا عبدين حبشيين كذا فاعتقنا الله، سبحان الله. كان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها، فلما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ومات رسول الله، هو مات النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم الاثنين في صلاة الظهر، صعد بلال على سطح المسجد وقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أن أراد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله اختنق صوته وبكت المدينة كلها، ما استطاع أن يكمل الأذان، فأعاد الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله انقطع صوته، اختنق، ما استطاع أن يكمل، فنزل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال لا أطيق أن أؤذن لأحد بعد رسول الله، ما زيش الأذان. وطلب من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يخرج من المدينة. قال يا بلال ابق معنا، من يؤذن لنا؟ قال لا أطيق أن أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله، فأذن لي أن أخرج إلى الشام، نخرج للشام حتى أجاهد وأموت هناك. قال ابق معنا يا بلال، فما أراد البقاء. قال يا أبا بكر إن كنت أعتقتني، شوف بعد سنوات، إن كنت أعتقتني لنفسك فأنا أبقى في المدينة، أما إن كنت أعتقتني لله فافعل ما أريد. قال بل أعتقتك لله. قال إذن دعني أخرج، خليني نروح. فانقطع أذان بلال رضي الله تعالى عنه وما أراد أن يؤذن لأحد. يحكى في
سنوات بعد ذلك أن بلالا رضي الله تعالى عنه وهو يعيش في الشام جاء إليه عمر بن الخطاب في زمن عمر. مات أبو بكر الصديق وجاءت خلافة عمر، فلما راح عمر بن الخطاب إلى الشام طلب المسلمون منه أن يطلب من بلال أن يؤذن. قال فصعد المنبر أو صعد المكان الذي يؤذن فيه المئذن فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بعد سنوات طويلة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فلما قال أشهد أن محمد رسول الله بكى الناس جميعا، بكى الناس جميعا لذكر عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيش معه. وبلال رضي الله تعالى عنه هو يحكي يقول عشت مع رسول الله أكثر مما عشت مع أمي، يعني سبحان الله. قال فكنت إذا أذنت لما يكمل الأذان يروح يدقدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة يا رسول الله، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاصقة بالمسجد. قال يطبطب له هكذا في صلاة الفجر يقول له الصلاة يا رسول الله، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم يا بلال. تصور تحيته كلها ثم بعد ذلك يؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يستطيع. فأذن بلال بعد سنوات طويلة هذا الأذان وقال لن أعود إلى الأذان، ما يأذنش. كان آخر عهده بالدنيا أنه ذات مرة في الشام وهو نائم في الليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. بلال رضي الله عنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، واش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما حكيم للمدينة. ما هذه الجفوة يا بلال؟ الجفوة يعني معليش راك تبعد علينا، أما آن لك أن تزورني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال يعني مازال ما جاش الوقت باش تجي تزورني يعني. قال فاستيقظ بلال رضي الله عنه وهو يبكي وهو حزين فحمل أمتعته وراح المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبيبي. فدخل المدينة رضي الله تعالى عنه فاستبشر الناس استبشارا شديدا. وكان هذا في زمن عمر، في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه. قال لما حضرت الصلاة أمره عثمان قال يعني ماذا بك تأذن لنا؟ أنت مؤذن الإسلام الأول، حتى يسميوه العلماء ورواة السيرة مؤذن الإسلام ومزعج الأصنام رضي الله عنه. قال فلما قام للأذان قال الله أكبر الله أكبر، فسمع الناس أذان بلال فارتجت المدينة، الناس كل تتكلم. شفتوا الناس لما تتكلم كل تحس هزة. قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. قال فبدأ الارتجاج في المدينة يزداد. فلما قال أشهد أن محمد رسول الله بكى الناس جميعا كل الناس. وقال بعض الناس بعث رسول الله، يعني رسول الله عود ولد صلى الله عليه وسلم. لأن كما يقول علماء العصر علماء التنمية البشرية يقولوا هذا دعوا رابط ذهني لما يسمعوا بلال بمعنى أن رسول الله سيخرج إليهم للصلاة. بعض الناس في ذلك الزمان قالوا بعث رسول يعني عود ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فما رأينا يوما باكيا كيوم أذن بلال رضي الله تعالى عنه، وكان هذا آخر عهده بالأذان، ما زادش أذن بعد ذلك. عاش بلال رضي الله تعالى عنه في المدينة، بقي في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى كان يروي هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المؤذنون يوم، هو دائما يجيب الحديث هذا، يحشر المؤذنون يوم القيامة على نوق في الجنة، يجيوا فوق الناقة المؤذنون، يقدمهم بلال رافعي أصواتهم بالأذان. سبحان الله، المؤذنون يوم القيامة يجيوا فوق الناقة، كل واحد يجي فوق الناقة تاعو. طبعا الناقة تاع الجنة ماشي كما الناقة تاع الدنيا كما رأينا في الدروس الماضية. قال يقدمهم بلال، بلال هو الزعيم تاعهم، هو القائد تاعهم. قال يرفعون أصواتهم بالأذان، سمعهم المؤذنون كل يقولوا الله أكبر الله أكبر في الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله. بلال رضي الله تعالى عنه كان يعيد هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. تحس بأن بلال كان يعيش في الدنيا ويشتاق إلى الجنة. وفعلا هو يحكي رضي الله تعالى عنه قال والله لقد اشتقت لأصحاب محمد وإلى رسول الله. اشتاق خلاص لأنه سنوات طويلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب عنه. لما مرض وأصيب بعد ذلك في الشام بطاعون عمواس الذي أصاب المسلمين في زمن عمر ليس في زمن عثمان استغفر الله، قال أصيب بالطاعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت زوجته تحكي هذه القصة،
قالت فكنت زوجته اسمها هند، كانت رضي الله تعالى عنها تقول كنت أسمعه يقول اللهم تجاوز عن سيئاتي واعذرني بعلاتي، يعني يا رب اسمح لي راني مريض، راني جاي عندك مريض، يا ربي هكذا يقول اللهم تجاوز عن سيئاتي واعذرني، يعني اسمح لي لأني أنا جايك مريض. شوف اسمح لي يا الله أنا جاي عندك مريض، تجاوز عن سيئاتي واعذرني بعلاتي. ثم تقول هند هذه زوجته تقول رضي الله عنها وكنت أقول وكرباه وحزناه ومصيبتاه، لأنه كانت تشوف بأنه سيموت، واحد مرض الطاعون سيموت حتما. وش كان يقول رضي الله تعالى عنه؟ يقول لا تقولي ومصيبتاه بل قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. غدوة أنا حنتلاقى مع الصحابة، أنا حنتلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تفرحي. قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد أيام قلائل توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتحق بربه سبحانه وتعالى وهو فرح جذلان أنه سيلقى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه يتيقن يقينا أكيدا أنه سيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنه هو الذي بشره منذ سنوات طويلة وقال بلال رجل من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه مؤذن الإسلام ومزعج الأصنام، توفي بدمشق في سوريا في الشام سنة 20 للهجرة، ودفن في مدينة تسمى الباب الصغيرة هناك، وكان سنه حوالي 66 أو 69 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وألحقنا به وبالصحابة رضي الله تعالى عنهم وبالأنبياء وبالمرسلين، وجعلنا من الذين حشرهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. اللهم يا ربي اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، واجعلنا كبلال وكسلمان وكعمار وكأبي بكر في تقواهم وفي زهدهم وفي ورعهم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا منهم، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، حفظ الله الجميع. الأسبوع المقبل إن شاء الله سنتحدث عن صحابي جليل، عن صهيب الرومي، سلمان الفارسي وبلال الحبشي، وعن صهيب الرومي إن شاء الله تعالى. إذا كان فيه وقت سننتقل إلى صحابي آخر، وإلا سنقف عند هذا الصحابي بحول الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، حفظ الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.